الجلابة في المغرب أكثر من مجرد لبس، إنها رمز للهوية الثقافية يلبسها الرجال والنساء بكل فخر. تتميز هذه القطعة الفضفاضة بالراحة والأناقة. الجلابة عملية ومناسبة للبس اليومي أو المناسبات الخاصة. غالباً ما تزين الجلابة بتطريزات معقدة تبرز براعة الحرفيين المغاربة. قبل البدء في رحلة الخياطة، من الضروري جمع المواد اللازمة. اختيار القماش أمر بالغ الأهمية، فهو يؤثر على شكل الجلابة وملمسها. لإطلالة التقليدية، ضعي في اعتبارك استخدام الصوف أو القطن الثقيل. ستحتاجين إلى أدوات خياطة أساسية مثل شريط قياس ومقص ودبابيس. آلة الخياطة يمكن أن تسرع العملية بشكل كبير. لا تنسي الأزرار أو السحاب لإغلاق الجلابة من الأمام. تعتبر الدقة في أخذ المقاسات أمراً بالغ الأهمية للحصول على جلابة مناسباً تماماً. قيسي عرض الكتفين ومحيط الصدر وطول الكم وطول الجلابة المرغوب فيه. بالنسبة للأكمام، قيسي من نقطة الكتف إلى الرسغ. بالنسبة لطول الجلابة، قيسي من الكتف إلى خط الحاشية المطلوب. بمجرد الانتهاء من أخذ القياسات، يمكنك إنشاء نمط بسيط. يمكن تعديل الأنماط وفقاً لقياساتك المحددة. الجزء الرابع: قص القماش. الدقة هي المفتاح. بعد تجهيز النمط، حان وقت قص القماش. أطوي القماش من المنتصف مع وضع حواف السلفدج معاً. ضعي قطع النمط على القماش مع التأكد من أن سهم اتجاه النسيج موازن للسلفدج. قومي بقص قطع النمط بعناية مع إضافة بدلات الخياطة. ستحتاجين إلى قطعتين مستطيلتين للجلابة. قومي بقص قطعتين للأكمام. بالنسبة للغطاء، قومي بقص قطعتين. الجزء الخامس: خياطة الجلابة. جمع القطع معاً. بعد قص جميع قطع القماش، حان وقت البدء في الخياطة. ابدأي بخياطة درزات كتف الجلابة الأمامية والخلفية معاً. بعد ذلك، قومي بخياطة قطع الكم معاً عند درز الإبط، مما يؤدي إلى إنشاء أنبوب. قومي بتثبيت الأكمام على فتحات الذراعين في جسم الجلابة. قومي بخياطة الدرزات الجانبية للجلابة من الرسغ إلى الحاشية. الآن، قومي بطي وخياطة قطع غطاء الرأس معاً، ثم قومي بتثبيت غطاء الرأس على خط رقبة الجلابة. قومي بإنهاء حواف الفتحة الأمامية بشريط المواجهة المجهز. قومي بحاشية أكمام وأسفل الجلابة. الجزء السادس: إضافة اللمسات الأخيرة، الزخارف والتفاصيل. لإغلاق الجلابة من الأمام، قومي بخياطة الأزرار وعمل ثقوب الأزرار، أو قومي بتثبيت سحاب. الآن، أطلقي العنان لإبداعك وأضيفي الزخارف. غالباً ما تتميز الجلابة المغربية التقليدية بتطريزات معقدة حول خط الرقبة والأصفاد والحاشية. يمكنك تطريز التصاميم باستخدام خيوط ملونة أو إضافة زخارف مزخرفة. ضعي في اعتبارك إضافة الخرز أو الترتر أو الزخارف لمسة فريدة. يمكنك إنشاء تصميماتك الخاصة أو الحصول على الإلهام من الأنماط المغربية التقليدية. تضيف الزخارف لمسة شخصية تعكس ذوقك الفردي. لا تخافي من التجربة والاستمتاع بهذه العملية الإبداعية. الجزء السابع: نصائح وحيل لإنهاء احترافي. قبل قص القماش، قومي بغسله وكيه مسبقاً لمنع الانكماش وضمان لمسة نهائية ناعمة. استخدمي مقصاً حاداً للقص الدقيق ومنع تفرغ الحواف. قومي بتثبيت قطع القماش معاً قبل الخياطة لإبقائها متوازنة. قومي بكي الدرزات أثناء الخياطة للحصول على مظهر احترافي. إذا كنت جديدة في الخياطة، فابدئي بتصميم جلابة بسيط. لا تخافي من طلب المساعدة أو الرجوع إلى البرامج التعليمية عبر الإنترنت إذا لزم الأمر. الممارسة تكسبك الاتقان. مع الصبر والاهتمام بالتفاصيل، يمكنك صنع جلابة مغربية جميلة وفريدة من نوعها. ارتدي إبداعك بكل فخر، مع العلم أنك قد صنعت قطعة من التراث المغربي.